يا أهلا بيكم. وصفتنا النهاردة هنعمل أحلى طاجن فريك بالدجاج، من الأطباق الخفيفة واللذيذة جدا، ويعتبر كمان من الأطباق الشيك قوي على السفرة لو اتعمل في أي عزومة. هنعمله بطريقة سهلة وبمكونات بسيطة، ما بياخدش وقت خالص في تحضيره، وهنعمله كله في حلة واحدة. يلا بينا نبتدي على طول. بس ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تعملوا له لايك وشير، وإذا كنتم جداد على القناة يساعدني اشتراككم فيها. معايا دبابيس فراخ غسلتها كويس قوي، ونقعتها شوية في مية وملح وسكر عشان أضمن إن ميبقاش فيها أي ريحة زفارة. وبعدين شطفتها وصفيتها كويس جدا. وفي حلة على النار هحط فيها معلقة من الزيت مع مكعب صغير من الزبدة. هحط فيهم فصين اتنين بس من المستكة، يدوا ريحة وطعم حلو قوي للشوربة. هنسيب الزبدة تسخن والمستكة تسيح، وبعدين هنحط عليهم الفراخ. كمية الفراخ اللي استعملتها كانت تقريبا من كيلو وربع لكيلو ونص. انت طبعا هتستعملوا كمية زي ما تحبوا. هنخلي النار عالية في الأول عشان عايزين الفراخ تاخد صدمة وما تنزلش ميتها. ومش هنقلب في الأول خالص لحد ما نلاقيها خدت لون من تحت كده. هنقلبها على الناحية التانية، عايزين نحمرها من كل ناحية. وأول ما نلاقيها كلها خدت اللون ده كده ومتحمرة كويس، هنضيف عليها مية سخنة. مش عايزين نحط مية كتير عشان الشوربة تبقى مركزة، والفراخ كمان يبقى طعمها حلو، ما يضيعش طعمها في المية الكتير. ولو لقينا أي ريم طلع على وش الشوربة كده نشيله الأول قبل ما نحط التوابل. هنتبلها بقى بمعلقة صغيرة من الملح، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وواحدتين أو تلاتة من القرنفل وزيهم حبهان، وورق لورا، ورشة من جوز الطيب، وبصلة صغيرة هنقطعها أربع تربع ونحطها معاهم. هنغطيها بقى ونسيبها على نار هادية من 10 دقايق لربع ساعة، عايزينها تبقى نص سوا بس. وبعدين هنطلعها من الشوربة ونسيبها على جنب شوية، ونصفي الشوربة ونسيبها هي كمان على جنب شوية. تشويح الفراخ بالطريقة دي وشوية التوابل البسيطة اللي احنا حطيناها بتدي للفراخ وللشوربة طعم وريحة حلوة قوي. وفي نفس الحلة بعد ما صفينا منها الشوربة والفراخ، هنحط معلقة كبيرة من الزيت ومعلقتين حلوين كده مليانين من السمنة يسيحوا، وهنحط عليهم بصلة مفرومة هنشوحها تشويحة بسيطة تصفر بس. وهنحط مع البصل فصين اتنين بس من التوم مفرومين ناعم. هنسيبهم يتشوحوا تشويحة بسيطة قوي مع البصل، يصفر كده ويطلع ريحتهم الحلوة. ومعايا نص كيلو من الفريك تقريبا كوبايتين ونص، مغسول كويس قوي ومتصفي من ميته. الفريك مش بيتنقع، هو بيبقى فيه ريحة تدخينة حلوة، لما بننقعه الريحة دي بتضيع. فاحنا عايزين نحتفظ بريحة التدخينة اللي فيه دي. هنغسله كويس قوي، نغسله اكتر من مرة لحد ما نلاقي المية بتاعته بقت نظيفة جدا، ونصفيه ونستعمله على طول. هنحطه على البصل ونشوحه بقى في السمنة كويس قوي لحد ما نلاقيه نشف خالص من ميته. هنتبله بشوية توابل حلوين، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ونص معلقة صغيرة من البهارات السبعة أو بهارات الفراخ، ونص معلقة صغيرة من البابريكا والقرفة، وربع معلقة صغيرة من الكمون. مش هحط ملح دلوقتي لأن الشوربة فيها ملح، لما احطها ابقى اظبط الطعم. وهنشوح الفريك بقى كويس قوي مع التوابل دي، ياخد لسعة حلوة كده في السمنة، ونلاقيه بيخرفش في الحلة. وأحط عليه طماطمية كبيرة أو اتنين صغيرين بشرتهم وحطيتهم عليه. وهنقلبه كمان تقلبتين مع الطماطم يتشوح معاها ويتشربها. وممكن نكمل تسويته في نفس الحلة، أو نجيب صينية أو طاجن يدخل معانا الفرن وهنحط فيه الفريك. هنفرد الفريك كويس قوي في قاعدة الصينية، وهنحط عليه قطع الفراخ. هنسقيها بقى بالشوربة بس تكون سخنة. هي خدت تقريبا 3 كوبايات ونص، يعني كل كوباية فريك هتاخد كوباية وربع. أو ممكن نحط الشوربة بالنظر كده، هنحطها يا دوب تغطي وش الفريك بشوية صغيرة قوي. ودلوقتي هنعمل صوص بسيط نحطه على وش الفراخ. معلقة كبيرة من الزبادي، معلقة كبيرة من الصلصة، ومعلقتين كبار من زيت الزيتون، ورشة حلوة كده من البابريكا، ونص معلقة صغيرة من الملح والفلفل. هنقلبهم كويس قوي مع بعض، وهندهن بيهم وش الفراخ. نيجي بقى للتسوية. هنغطيها وممكن نحطها على البوتاجاز لحد ما تغلي بس الأول، وبعدين ندخلها الفرن في الرف الأوسط. هنكون مسخنينه على درجة 190، وهنسيبها متغطية نص ساعة. وبعدين نرفع الغطا ونسيبها كمان ربع ساعة لحد الوش ما يتحمر، ونلاقيها كلها استوت مع بعضها. نسيبها في الفرن لحد ما تستوي كويس وتتشرب الشوربة كلها.
والوش بتاعها يتحمر ويبقى باللون الحلو قوي ده، أو ندخلها الفرن على طول على درجة 190، بس نحطها الأول على الرف الأقرب من النار لحد ما تغلي، وبعدين نطلعها على الرف الأوسط ونكمل تسويتها بنفس الطريقة. حطوه بقى في طبق التقديم ورصوا عليه قطع الفراخ، واختياري لو حابين تحطوا شوية من المكسرات. نحمصها الأول في حتة سمنة صغيرة ونسيبها تبرد عشان تبقى مقرمشة، وبعدين نحطها على الوش. طبق لذيذ جدا وطعمه حلو، الفريك بيبقى مفلفل ومستوي كويس وطعمه رائع، والفراخ كمان مستوية ومقرمشة من بره ومن جوه جوسي وطرية وتحفة. جربوه وقولولي رأيكم فيه ايه، وبالهنا والشفا على قلوبكم مقدما. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا له لايك وشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل ليكم إشعار بأي فيديو جديد هنزله، وأشوفكم على خير.